السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. اليوم الأربعاء 8/7/1446 سوق العلاف حفر الباطن. اليوم أمطار ما شاء الله تبارك الله، وأغلبهم مقفلين ومشرعين عن الأمطار. شفنا الشعير اليوم للأسف والله مرتفع على 65 ريال، 65 ريال، يقولون له 10 أيام مرتفع. 10 أيام سعر الشعير على 65، والأعلاف الباقية مكعب أسعارها ثابتة ما تغير شيء، نفس الأسعار. يعني الشعير كان ب 62 و61 قبل 10 أيام، الحين كله 65. كل الشركات اللي موجودة في حفر الباطن 65 ريال. الله يرزقنا وياكم. نبي نغطي لكم الأعلاف الثانية بس أغلبها مقفل، بس الأسعار ثابتة. لو ترجعون لآخر مقطع نزلت تغطية نفس الأسعار ما تغير شيء، بس أن الشعير 65 ريال. كلهم مقفلين، ما في أمل يفتحون. إذا في أمطار خاصة حقنا مكعب ما يفكون أشراعها أبد. هنا جاء المطر خرب خلاص. لو إنه شوي هذا ما شاء الله تمور العلاف، في على 20 أو 25 و27 حسب الكيس. مغطينه والله ان التمر ما يخرب، بس هذه كميات واجدة ما ادري ايش يصير، بس ما يخرب مع المطر، ما يخرب ان شاء الله. هذا هو التمر، هذا على 27 ريال كيس شعير فل. لا تعطينا الا زيادة. البرسيم والله ارتفاع غير طبيعي، اقل شيء بالسوق 32 و37 و40 و35، يعني من 32 إلى 40. نتكلم عن حق التريلات اللي يجيك شدة 90 ومتر، ما أتكلم عن حق الدنات. حق الدنات أكيد في رخيص، بس البرسيم الطيب اللي زي هذا اللي كان 28 و30 الحين ب40. هذا حق الدنة، أنا ما أتكلم عن حق الدنة. والأتبان حق التريلات اللي شدة متر أو 90 ب12 ريال. دائما تغطياتي ما أغطي عن الصغير هذا حق الدنات، لا أتكلم عن اللي شدة 90 ومتر. التبن على 12 ريال، على 12 ريال. والرودس والله مرتفع بعد 23 و25 شدة الطيب، 23 و25. الله يرزقنا وياك. الأسعار هذه مرتفعة لها ممكن 5 أيام 6 أيام. الله يرزقنا وياكم يا رب. الله ينزل الأسعار. والله هذه الأسعار مرتفعة، والشكر لله سبحانه. الشكر لله، ولا حنا موقفين إن شاء الله. الله يرزقنا وياكم. وهذه كانت تغطيتي، وإن شاء الله نعم هي آخر تغطية، والأمور طيبة إن شاء الله، ونتفضل ونغطي أكثر من كذا. واسفين على الانقطاع، انقطعنا بالحيل أشغلتنا الدنيا، الله يكفينا شرها، ضغطات العمل والسفر. الله يرزقنا وياكم إن شاء الله، وتصبحون على خير. فمان الله.